اليوم نكونوا متفاهمين باللي اللحم اللي يطيب في لاكوكوط يجي احسن من اللحم المشوي والمقلي، يجي بنين معسل مجمر طايب زبده. اروح ونعطيكم طريقتي وننصحكم تجربوها قبل ما يخلص اللحم العيد. نجيب طريفه تاع اللحم تاعي، نحط عليه مغرفه كبيره تاع الزبده مع مغرفه صغيره تاع لاموطارد، عصره مليحه تاع القارص، نملح. ونجيب التوابل تاعي من عند توابل العنتر، استخدمت منهم الفلفل الكحل، توابل اللحم العكري والكليل اللي لازم يكون في اللحم، دخلها ماغينات هذيك مليح مليح ونحطه في لاكوكوط، نقلي على نار تكون قاويه، نزيد له 2 حبات تاع بصله يكونوا مقطعين شرائح مع 3 سينات تاع الثوم وكعيبه تاع طماطم مقسومه على 4، نزيد شويه تاع طماطم كونسونطري ونقلي كلش مع بعضه مليح مليح، ونمرق ب2 كيسان تاع الماء ونخفي اللاكوكوط تاعي ونخليه يطيب. انا دالي حوالي ساعه هكاك تاع طياب واللحم تاعي لقيته طايب زبده. ونروح للخضره تاعي اللي كنت فورتها، الفازوله السناريه والبطاطا، نصوتيهم في شويه تاع زبده، معدنوس، ثوم، ملح، فلفل كحل. الفازوله ولا اللوبيا خضار ننصحكم تزيدوا لها عصره مليحه تاع القارص باه تجي بنين اكثر. وشوفوا لي هذاك اللحم كيفاش راح يطيب، يجيكم زبده العظم يطير منه وحده. اكيد ما نرميوش هذيك البنه. حكمت هذيك لاصوص اللي طاب فيها اللحم، ميكسيتها مليح مليح حتى رجعت عندي صوص خاثره ومعسله، وصبيتها فوق اللحم والخضره والبنه. واش نحكي لكم، لازم عليكم تجربوها وتحكموا وحدكم. سلام.